ده بقى كان منظره تحفه. يا عبدو. لا شكلي بحاجه، شكلي بحاجه. ايوه في دراعي. لا يا عبدو. بقول لك ايه، اسمعيني، خطيبك مش بيحبك. ازاي يعني؟ ايه اللي انت بتقوليه ده؟ عبدو بيحبني طبعا. لا والله ابدا مش بيحبك. اسمعيني، انا فاهمه انا بقول لك ايه، وانا عارفه مصلحتك كويس قوي. افهم مني. طب اقول لك حاجه، انا هثبت لك. انت تثبتي ازاي؟ استني. شايفه ديت؟ حط له منها نقطتين في العصير. ايه دي؟ دي حاجه انا جايبها لك، حط له منها نقطتين في العصير وانت تعرفي كل حاجه، وصدقيني هتدعي لي، لان انا فعلا خايفه على مصلحتك. عبدو فين؟ ما اعرفش هو فين. هو دلوقتي انا همشي عشان ما يجيش. انا مش فاهمه حاجه. اعمل اللي قلت لك عليه. هو فين عبدو بس دلوقتي؟ انت كويسه يا حبيبتي؟ لا مش كويسه، دراعي وجعني جدا. الف سلام عليك. انت ما لحقتوش ولا ايه؟ جريت وراه راجل كبير، بس ايه تقولش بالك حبوب مستورده مش عارف ده جايب الصحه منين. انا دراعي وجعني قوي وحسيت ان طب انا انت ضايقه. كويسه طيب ولا ايه؟ ايوه كويسه شويه. طب خلاص تعالي، طب نروح اي مستشفى ولا عند اي دكتور دلوقتي لا نطمن في عليك. كافيه هناك، تعال نقعد عليه. طيب نشرب طب يا اي حبيبتي حاجه. كافيه ايه بس نشرب؟ انت دلوقتي تعبان، المفروض نروح مستشفى او عند بص دكتور. دايخه، لو تعبت اكتر من كده هقولك توديني المستشفى. طب خلاص يا حبيبتي اللي انت شايفاه. يلا اتفضلي تعالي ادخلي. يلا يا عبدو. عملت ايه يا بنتي؟ اديت لها يا بابا القطر اللي انت قلت لي اديها لها، والحمد لله برضو ان هو ما لحقكش. برافو عليك يا بابا بجد. انا عملت اللي يخلصني من ربنا، وبعد كده دي زيها زيك ما ينفعش. وكفايه ان ابوها كان اكتر من اخ ونعم الناس، الله يرحمه بقى. كان طيب وكان كويس وكان بيخاف عليكي، فانا كمان لازم أنا ارد له الجميل واخاف انا كمان على بنته. ايوه يا بابا انت عملت الصح، والاكتر ان بنته بقت يتيمه من بعد ما هو توفى وبقت لوحدها، ولازم ان احنا نقف جنبها ونساعدها. مستحيل يا بنتي نسيبها، ربنا موجود واحنا موجودين، اللي يبقى لوحدها ازاي؟ بصراحه يا بابا انا زعلت قوي ان هي ازاي تثق في حد اصلا هي ما تعرفوش ولا اتعاملت معاه قد كده، وحتى لو اتعاملت معاه وهي عارفاه بس كانت المفروض تدرسه كويس قوي. بس انت عرفتيها تعمل بالظبط، وتسأل وتقول له وتعرف كل حاجة بالظبط، وكأن ما فيش أي حاجة. أيوة ولا بابا. تبين له زعل. ايوه يا بابا انا عرفتها، قلت لها حطه له في العصير واسالي اي سؤال، وبعد كده انت هتعرفي منه كل حاجه وكل الحقيقه. أصل لو حس بحاجة كده ولا كده مش هيرضى يشرب العصير. أصل ذكي جدا فوق ما تتخيلي، عشان تبقى عارفة. لا يا بابا ما تقلقش من الموضوع ده، انا خلاص حاطط كل حاجه ورتبت كل حاجه، والموضوع هيمشي تمام زي ما احنا مرتبين، وان شاء الله ربنا هينجيها وهترجع لنا باذن الله بسلامه، واحنا نفضل واقفين لها هنا لحد ما نشوف ايه الموضوع، وهنراقبها من بعيد. كنت لسه هقول لك مش هنسيبها نلف حواليها، ربما يغدر بيها او يعمل حاجه كده ولا كده، يبقى احنا جنب منها قريبين، عشان اي حاجه اي غدر هنروح ماسكينه. ماشي يا بابا، يلا بقى انت مثلا نروح من هناك وانا اروح من ورا هنا وهندور. يلا ماشي. اتفضلي اتفضلي يا حبيبتي. الف سلام عليك. انت كويسه؟ ايوه كويسه. لو مش كويسه نروح طيب عند اي دكتور دلوقتي، نلحق الموضوع بدري بدري. لا انا لو شربت حاجه وحسيت انها دايخه هبقى اقول لك نروح طب خلاص مستشفى. لو سمحت، لو سمحت تعال. هو جاي دلوقتي. ايوه السلام عليكم. عليكم السلام. بقول لك ايه، هات لنا 2 برتقال بسرعه. معلش يا حبيبتي والله العظيم، يعني انا جريت وراه على قد ما قدرت، ولا بس ما يهمك. عرفتش ان انا طوله. ولا يهمك يا حبيبي، انا عارفه طبعا لو كنت طولته كنت زمانك دعكته. فعلا دعكته، بس ده انا كنت بته من على وش الدنيا. ازاي اصلا يتجرأ ان هو يعمل حاجه زي كده فيكي؟ ايوه ربنا يخليك ليا يا استغفر الله حبيبي. العظيم يا رب. يا ترى بقى ده مين اللي وزع علينا ده، ولا ايه اللي جابه هنا، ولا نيلة امه ايه؟ الواحد اصلا مش عارف البشر اللي بتأذي دي. بس صدقني يا حبيبتي مش هسيبه، لو اخر يوم في عمري مش هسيبه، هفضل وراه كده لحد اما اخرب بيته خالص. اكيد هنلاقيه. وهفضل وراه لحد ما اجيبه من الكاميرات بتاع المراقبه اللي في الشارع كلها. ربنا بس الصبر يخليك. طيب، الصبر تعبتك حلو يا يا حبيبي حبيبتي. معايا. لا يا حبيبتي تعب ايه وبتاع ايه، انت بس اهدي كده وان شاء الله شويه كده والعصير يجي وهتشربيه وهتبقي زي الفل. بس انت اهدي كده وتمالكي اعصابك. ماشي يا حبيبتي؟ ماشي يا قلبي. اتفضل حبيبي. ماشي شكرا جدا. صان. وعليكم السلام. بقول لك استنى التليفون بيهز. ماشي تمام. طب ثانيه يا حبيبتي ارد على المكالمه دي واجيلك على طول. ماشي يا بابا مستنياك. انا مش مصدقه اللي هي بتقوله، بس لما اشوف بقى القطره ديت هتخليه يقول الحقيقه بقى ولا ايه؟ يا لو جاي. معلش يا حبيبتي لو اتاخرت عليك في المكالمه شويه. ولا يهمك يا حبيبي. يلا نشرب العصير. ماشي. انت ما شربتيش ليه؟ انا استنيتك، قلت مش هقدر اشرب من غيرك انت عارف. ماشي يا حبيبتي. طب يلا اشربي. الواحد عطشان.
الف هي هنا. البلعه دي اللي شربتيها؟ ما مش قادره، من قلت لك الخضه مخلياني دايخه قوي صدقني. ماشي يا حبيبتي، يلا بألف هنا عليكي. المهم انت كويسه دلوقتي؟ انا تمام. انا كنت عايزه اسالك كام سؤال. اسالي يا حبيبتي، اتفضلي تحت امرك. هو انت يا عبدو بتحبني بجد؟ طلع عندها حق. طلع ايه جاي؟ انت كان عندك حق في كل اللي انت قلتيه. والقطره السحريه ديت، انت كان عندك حق فيها وقالك كل حاجه. هو قال لي كل حاجه لما انا حطيتها. معكيش واحده تانية علشان اعرف الناس بتضحك عليا ولا لا؟ موضوعنا مش كده، الموضوع كله الحمد لله ان انقذتك في الوقت المناسب، والموضوع كله برضو ان انقذتك من خطيبك الانسان مش كويس ده اللي بتسلب بنات الناس. طب انت تصدقي؟ عرفتي ازاي؟ انا هقول لك انا عرفت ازاي. عرفت لان انا كنت مخطوبه له قبل كده، وفضل خاطبني فتره، وفضل يمشي معايا ويخرج معايا ويتفسح معايا، وقبل كده كان بيقول لي تعالي نطلع فوق عندنا الشقه، ماما عايزه تسلم عليك، وهو اصلا مامته متوفيه، وقال لي حاجات كتير مش حلوه، وفي الاخر اداني الصابونه. بس الحمد لله انا حاولت ان انقذك، يعني انا ما عرفتش انقذ نفسي، فالحمد لله انقذتك. انت مش عارفاني انا مين؟ لا مش واخده بالي. انا هوفر عليك كتير. مش فاكره اللبس ده ساعه خبطتك بالكتف وشكتك وطلعت اجري؟ ايوه، انت اللي شكتني دلوقتي. طيب ليه؟ انا ابو شمس صاحبتك اللي متربيه معاكي، وابوكي كان اعز شمس. اصدقاء، كان اكتر من اخ لي الله يرحمه. الشمس اللي خير. كنت بتلعبي معايا واحنا صغيرين على السلم. ايوه انا حاولت انقذك منه بقدر الامكان، واتفقت انا وبابا عشان نعمل الحيله دي علشان خاطر ان احنا ارد المعروف للراجل الطيب الله يرحمه، لان نفس المعروف كان عمله مع بنتي وخاف عليها وجابها. كان واحد عايز يخطفها لانها كانت صغيره واموره قوي، والحمد لله قدرت ارد الجميل. وانا اعتبرني مكان ابوك الله يرحمه، اي حاجه تعوزيها تحت امرك ومش هسيبك ربنا ابدا. يخليك وأنا بجد. عارفة إن شكرا انتي- يا شمس. انا عارفه ان انت عايشه لوحدك، فعادي انك تيجي تقعدي معايا. انا كده كده انا وبابا لوحدنا، بابا بيبات في الشقه اللي تحت وانا وانت نقعد في الشقه اللي فوق، ونقعد نهزر بقى، وان شاء الله تنسي كل اللي فات وتنسى خطيبك ده. وانا عارفه ان شاء الله انت هتقدري تتخطي الموقف. هحاول اتخطى. دي اعتبريها اختك. هي بعد اللي وانت واحد. حصل طبعا، انت والدي وهي اكتر من اختي. دي عملت معايا حاجه كبيره قوي. بس ليه يا بنتي ما بتاخديش بالك؟ مش تاخدي بالك الدنيا كده، الدنيا كلها مش زي بعضيها. يا عم عادل، انا مش مدركه خالص. انا بعد بابا وماما بقيت اثق في اي حد. لا يا بنتي غلط. مش اي حد تثقي فيه، لازم تعرفي الواحد وتعرفي اصله وفصله مره واثنين وثلاثه قبل ما تخطي خطوه معاه. خلاص يا لان كده ماما. غلط. لولا احنا ربنا جعلنا سبب وعايزين نرد المعروف بتاع باباك الله يرحمه، كان زمانك في شوربه ميه. محدش عارف كان ايه الطريقه او ايه الخطه اللي هيعملها معاكي، بس كل خططه زفت شمال. ما بيخافش من ربنا بقد كده. عموما عندك يلا حق. احنا نروح، ومفيش حاجه، وما تقلقش من اي حاجه. يلا يلا يا بابا. يلا يا بنتي، يلا.